إذا أردت أن تفهم حقيقة أي دين ركز على عقلية الإله فيه، ستجده يشبه أتباعه كثيرا لأنهم هم من أوجدوه وليس العكس. إذا لاحظت أن إله شبه الجزيرة العربية يشبه شعوب الشرق الأوسط في كل شيء، يغضب، يكره، يعذب، ماكر وخير الماكرين، يحب النساء، يذكر النكاح 30 مرة في القرآن، يغار على المرأة فيحجبها، ولا يجد غضاضة في تعدد الزوجات، عقلية همجية قبلية صحراوية يغزو فيما حوله. طبعا يأخذ الغنائم والسبايا ويتاجر في العبيد، حتى حين أراد أن يكون لطيفا ويعدك بشيء جميل في الجنة قال لك نساء حور عين وخمرة وظل وفاكهة وماء مسكوب. ستلاحظ أن ما يخاطبك هو يخاطبك بعقلية إنسان بدوي صحراوي يرى الظل والماء والفاكهة شيئا من الكماليات لأنه يعيش في الصحراء وهذه الأشياء معدومة. وكذلك النسوة ضرورية لأنهم مهووسون بهن، والنكاح مذكور في الكتاب أكثر مما ذكرت الصلاة. إنه إله الصحراء، هذا هو إله الإسلام، صنيع بدو شبه الجزيرة العربية.